أولا بدي مسي عليكم وبدي أشكر أنا زهرة، تربطني فيكم علاقة جميلة جدا، لأني أنا كنت ضيف ببرنامجكم سابقا. ويعني بدي أشكركم على وجودكم في بداية تصويرنا للمرافعة. المسلسل فعلا تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب ظروف يعني لم تكن سهلة. يعني بتعرفي حضرتك الظروف السياسية واللي كانت موجودة في الساحة العربية ككل. المسلسل هو مسلسل اجتماعي ولكن أيضا سياسي. مسلسل اعتقد بانه هلا وقته، يعني هلا وقت المناسب لطرح الافكار الموجوده في المسلسل. هو يرصد بامانه وبموضوعيه وجهات نظر عديده. هو لا يعني يتعصب لفكره محدده او يروج لحاله فكريه محدده. وهذه مهمه الفن. انا برايي الفن يطرح وجهات نظر وللمشاهد ان يحدد اين سيكون. وأيضا الهدف الأساسي والأول من أي عمل فني هي المتعة، متعة المشاهدة، الاستمتاع بالحدث الجميل، بالقصة والحدوتة الجميلة وبالأداء الممتع. اليوم في شروط فنية أعتقد أنها حققت في هذا العمل، والتأخير كان لصالح العمل. الحقيقة اليوم هذا العمل يضم كاست من الممثلين أعتقد أنه مهم جدا. هذه التركيبة تركيبة نادرة. نجحوا الأساتذة في جمع هذه الأبطال، يعني أو هذا الكم الكبير من الأبطال. العمل هو بطولة جماعية فعلا، ليس في أنانية أو في تفرد أو في سرقة أضواء. خلينا نقول كل الشخصيات الموجودة في العمل هي أبطال بحد ذاتها، والبطل الأساسي هو الورق الجميل اللي كتبه الأستاذ تامر عبد المنعم. وأيضا أنا بدي أقول أنه الأستاذ المخرج حازم فودة يعني يقوم بإنجاز مشاهد من وجهة نظري جميلة وذكية جدا بحلول إخراجية رائعة. إن شاء الله ربنا يوفقنا بأنه نقدم عمل فعلا يحترم ذائقة المشاهد ويكون عمل مهم جدا في رمضان القادم. هي شخصية رجل أعمال مهم جدا، إمبراطور مالي، مزواج، يعني بيحب يتزوج كتير بعلاقات متنوعة، لكن هو رجل أيضا سياسي. وبالتالي هو العمل مثل ما قلت لك يتراوح ما بين الحالة الاجتماعية المتنوعة والغنية والجميلة وبين التركيز على بعض النقاط السياسية وليدة يعني هذه المرحلة. الورق كان كويس قوي، علشان كده اصل هو سر الموافقه بيبقى الورق. الحقيقه الورق كان كويس قوي. الدور مختلف لان انا ما بحبش اعمل ادوار شبه ادوار. يعني فرعون كان سكه وده سكه مختلفه تماما عنه. رومانسيه وانا عمري ما عملت قبل كده رومانسيه. فيري رومانتك، زوجه رومانسيه قوي ومش تقليدية انما رومانسية وتستحمل حاجات كتير قوي في حياتها عشان الحب. دوري جليلة مرات جمال أبو الوفا اللي هو البطل المسلسل باسم يخور، وأم الأولاد واللي قاعدة في البيت بتربيهم. شخصية طيبة جدا على غير على غير اللي عملت السنة اللي فاتت. خالص بعيدة خالص عن اللي أنا عملت السنة اللي فاتت. أنا لم أقل إنها قصة حقيقية لسوزان تميمي، وأنا مش شايف إن سوزان تميمي ينفع أعمل لها أكتر من 6-7 أسطر. في السطر الثامن مش هعرف أكتب. فيعني له علاقة بسوزان تميمي ولا له علاقة بهشام طلعت مصطفى، ولكن هو مش قصة. مفيش حاجة عيب إن أنا أعمل قصة حقيقية، ولو أنا بعمل قصة حقيقية هعمل قصة حقيقية عن أم كلثوم بقى، يعني أعمل قصة حقيقية عن عمر سليمان بقى. فاهم إزاي؟ لكن إن أنا هعمل قصة حقيقية عن واحد مسجون عيب، عن واحده مش عيب. عيب ان انا اعمل عن واحد مسجون، لا عيب ان هو الراجل جوه السجن وانا قاعد اقطع فيه، دي مش شرف مهنه. نمره 2 عيب ان انا اتكلم على سوزان تميمي وهي ست ماتت. بالاضافه ان الاثنين ما ينفعوش شخصيات دراميه.